اليوم أقول لكم قصة لطيفة توني قريتها، خفيفة قصيرة. سمعي القصة فيني. هذا أكو وحدة تقول من وأنا صغيرة كنت أحط إيدي في جيب أبوي وأبوق الفلوس من جيب أبوي. إنزين، وما كان أبوي يلاحظ. مرت الأيام أبوي لاحظ وعرف إن في أحد قاعد يبوق منه، فيجمعنا كلنا أنا وإخواني وأمي وقال: أنا يا حبايبي قاعد أفقد فلوس، وأنا متأكد إن أحد منكم قاعد ياخذ هالفلوس. يلا من اعترفوا؟ طبعا الكل قال ما خذينا، وأنا معاهم. طبعا أكيد ما راح أحرج نفسي ولا راح أقول شيء كذي يا أبوي وأمي وإخواني، لا، ما راح أطلع روحي بواقة. بس أبوي كان متأكد من السرقة وقال: تدرون أنا يعني أحبكم كلكم وما أبي أعرف من البواقي فيكم. زين، كل مرة كم يوم وحسيت بيكلمنا وحسيت إنه عرف من البواقي، وكنت خايفة. كان يقول أبوي يطالعنا يقول يعني شنو بمعنى أن أنا أحبكم، فشون الواحد يبوق اللي يحبه وما يخاف على فلوس حبيبه اللي هو أبوه. عشان كذي يا حبايبي فكرت أنا بهذا السارق اللي فيكم، وقلت هذا البواق اللي فيكم من عيالي، أنا ما بيعرفه عشان ما بيأحرجه، لكن أنا قررت إني أنا أزيده فلوس، يمكن مصروفه يحتاج يزيد. فلما أزيده معناته أنا كذي قللت إحراج السرقة عنده، ولأني ما بيعرف منه هو، فأنا بزيد حقكم كلكم مصروفكم. تقول وايد تأثرت شلون أبوي ما حب حتى يفضحني، وحب إنه يستر علي. المهم فعلا أبوي زاد هذا مصروفنا كلنا، يعني أثر فيني إن أبوي ما فضحني حقيقة. زين، وخلاني شنو بعد أفكر إني أنا أرد المبلغ اللي أنا بوقته منه حقه بطريقة غير مباشرة. تخيلوا لو إن أبوي قال لهم إن أنا البواقة وفضحني وعاقبني وطقني مثلا قدامهم، كان يمكن صنع مني لصة. لكن أبوي كان حكيم، أبوي كان وايد حكيم بتصرفه هذا، قعدني من النوم اللي أنا فيه وخلاني أشعر بالذنب والإحراج، وإني أفكر إني أعدل سلوكي. القصة خلصت، بس شوفوا شلون تصرف ولي الأمر يا إنه يخلي يعدل ويقوم سلوك الطفل، أو إنه يقتله مرة واحدة ويصنع منه مجرم حقيقي. فكونوا دقيقين ولطيفين في تربية عيالكم وفي توصيل الخصال الحميدة فيهم بأسلوب محبب لهم، عشان يسوون الشيء اللي أنتم تبونه بكل حب. لما نعطي حب نحصد حب. قصة جميلة وحبيت أشارككم فيها، ومع السلامة.